وش هالعروبة اللي عندكم؟ عروبة فارسية، عروبة تركية، منين جاتكم العروبة؟ تروحون في أحضان الفرس وتقولون حنا عرب؟ إذا أنتم تبون تكونون عرب تعالوا في أحضاننا. لذا حنا يعني نقول لكم، حنا يعني حتى اللي يشتغلون عندنا هنا من العرب شتات الرومان، ترى والله الدولة أكرمتكم واجد. حكومة آل سعود فيهم كرم، فيهم طيبة، يعني خلوهم دولة يشتغلون يترزقون الله عندنا، خلوهم يترزقون الله عندنا، خلوهم طيبين. بس إن حنا على الكلام اللي تقولونه فينا ما نبيكم. الله لا يرزقكم عندنا. روحوا ترزقوا عند أردوغان، ترزقوا عند أردوغان، ترزقوا عند الخميني. روحوا هناك، روحوا طسوا انقلعوا سلخ راعي الشاورما. تركناكم من العروبة، ما عاد انتم بعرب، خلاص انتم شتات رومان. روحوا انتم عندكم اصول رومانيه يا اخي، افتخروا فيها. عندكم الارقام الرومانيه هذه الحلوه اللي في الساعات هذه يا اخي، اعتزوا فيها. والله حرام عليكم تتركون الارقام الرومانيه، لغتكم الرومانيه، ارجعوا لها. وانتم عندكم اللغه الامازيغيه وثقافه امازيغيه، منها طارق بن زياد، يعني افتخروا فيها. ايش تبون في العرب؟ واما اسلامكم ناقص. اسلامكم مع الفرس المجوس، واسلام الثانيين مع العلمانيين في تركيا. يعني مش بس كفايه انك تكون معارض، لازم تكون غبي بكل ما تحمله الكلمه من معاني. يعني شوف السيسي ومن يتبعه من الاعلام، شوف طالمونشارو بن سلمان ومن يتبعه من الاعلام. احقر واقل من انك انت تعبر عنه. انا بس بوريك مرحله الخبل التي وصلت لحضن العرب.